بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. حقيقة وأنا أستمع إلى هذه الشعارات وأرى علم الأحواز بين أعلام الدول العربية. تكبير تكبير تكبير. تخنقني العبرة وأنا أشاهد هذه الجماهير الشرفاء في ساحة الشرفاء وهي تهتف باسم الأحواز التي احتلت والتي أريد لها أن تغيب من الذاكرة العربية، وإذا بها تعاد إلى الذاكرة على لسان أهل البحرين الشرفاء. الله أكبر. تكبير تكبير. تبا لإيران، تبا للدولة الفارسية، فلتحيا مدينة الأحواز. فلكم الشكر يا شرفاء في ساحة الشرفاء، وأنتم ترفعون ذكر الأحواز عالية تصم آذان الإيرانيين وآذان أتباعهم من أتباع ولاية الفقيه النحسة. أخوتي وأخواتي، إن الحديث عن التآمر الإيراني قد لا يكون جديداً، ولكن الجديد هو إن في كل يوم جديد في هذا التآمر. التآمر الإيراني مستمر منذ 6 قرون أو ربما منذ ابن سبأ وتآمره على دولة الخلافة الراشدة، وتآمر البرامكة والبويهيين والباطنيين وغيرهم من الحركات الشعوبية والطائفية على أمتنا العربية الإسلامية. لقد ورث إسماعيل الصفوي الجزار المعروف كل حقد الأكاسرة والطائفيين الذين سبقوه، وقام بمذبحته الشهيرة ضد أهل السنة في تبريز، حيث في 3 أيام أو أقل قتل المئات من الآلاف، بل مئات الآلاف من أهل السنة. وهكذا جال على المدن، يحتل المدينة بعد الأخرى وهو يقتل علماء أهل السنة ويهدم مساجدهم، حتى وصل به الأمر إلى غزو العراق واحتلال بغداد، وقتل من أهل السنة في بغداد مقتلة لا تقل عن مقاتل المغول. تلك المذابح الشهيرة التي مرت في بغداد على يد المغول تكررت على يد إسماعيل الصفوي، وهكذا سار على نهجه من خلفه من الأفشاريين والغاجاريين، حتى وصلنا إلى عهد البهلوي، وأخيرا وليس آخرا عهد نظام ما يسمى بولاية الفقيه النجسة. كان التآمر الإيراني على العرب وعلى المسلمين تآمر مشترك غربي صليبي صهيوني. تآمر إسماعيل الصفوي مع الصليبيون على ضرب الدولة العثمانية، ومن يقرأ التاريخ يرى كيف أن كادت الدولة الإسلامية العثمانية أن تبسط الإسلام والسلطة الإسلامية على كافة الأراضي الأوروبية، لولا الخديعة ولولا الطعنة الخيانية التي جاءتها من الخلف على يد إسماعيل الصفوي وأعوانه. وتكررت هذه المؤامرات الصفوية مع البرتغاليين، تآمروا على الخليج العربي
وأسقطوا إمارات القواسم وغيرهم من الإمارات التي كانت قائمة في الساحل الشرقي للخليج العربي. وتآمر رضا خان بهلوي في سنة 1925 على تطبيق مخطط سايكس بيكو، وكان آخر حلقة من هذا المخطط التآمري هو فصل الأحواز عن جسد الأمة العربية والإسلامية وضمها قسراً إلى الدولة الصفوية. فأسر أمير الأحواز وشيخ الخليج آنذاك الأمير خزعل بن جابر الكعبي، وأودع السجن 10 سنوات حتى قتل في السجن. وضمت الأحواز إلى إيران، وتم تغيير اسمها إلى خوزستان، وتغيير اسم عاصمتها المحمرة إلى خرمشهر، ونزع اللباس العربي والعقال العربي من على رؤوس العرب، ومنع التعلم باللغة العربية والتسميات باللغة العربية، وبدأ الظلم. وفي عهد محمد رضا بهلوي شاركت إيران الصفوية في العدوان الثلاثي على مصر من خلال تزويد الطائرات الأمريكية بالوقود، وكانت الطائرات الأمريكية تقلع من مطارات إيران لتضرب مصر. ومدت إيران الكيان الصهيوني الناشئ آنذاك بالغاز والنفط، واستمرت في تآمرها على العراق، وزودت العصابات الكردية في شمال العراق بكل الدعم لإضعاف العراق الذي كان شوكة في مواجهة المشروع الصهيوني. وحين جاء الخميني ونظامه المشؤوم شن حرب 8 سنوات لا حزب الله لا إيران، كلنا خليفة بن سلمان، كلنا خليفة بن سلمان. إن البحرين الشعب يريد خليفة بن سلمان، الشعب يريد خليفة بن سلمان. إن البحرين تمثل رأس المشروع الإيراني، وتستهدف البحرين لأن البحرين قلب الخليج العربي. فإن تمكنت إيران من البحرين ستكون قد تمكنت من الخليج العربي ومن الأمة العربية من ورائه. فأنتم يا أهل البحرين أنتم وحدكم من يستطيع إسقاط هذا المشروع وإفشاله. إيران تعتقد أن البحرين صغيرة وأن أهلها شعب قليل عدد، ولهذا فمن السهل ابتلاع البحرين وشعبها. البحرين حرابية، البحرين حرابية، حكومتنا خليفية. فنقول لإيران ونريد شعب البحرين أن يقولوا لإيران صراحة كما قال الشاعر: ولا تحتقر كيد الضعيف فلربما تموت الأفاعي من سموم العقارب. ونقول لهم إن شعب البحرين قادر بحول الله أن يكون المخرج الذي يعمي عين إيران. إن عين إيران اليوم تتمثل في الأحزاب والحركات الطائفية الموالية لولاية الفقيه، فافقسوا هذه العين في البحرين حتى تفقس عين إيران في طهران. تبا لولاية الفقيه، تبا للدولة الفارسية، تبا لولاية الفقيه، تبا للدولة الفارسية.
إن المخرج الثاني بعد البحرين فهو الأحواز. الأحواز درع البحرين، وهي الساعد والعضد الأيمن للبحرين. فيا أهل البحرين كونوا سندا للأحواز واحموا ظهر الأحواز، فستكون الأحواز هي درعكم وهي سندكم وهي عضدكم الذي تضرب به خشم إيران وأنوف ولاية الفقيه وأتباعه. تكبير تكبير. الأحواز عربية عربية، الأحواز عربية عربية. تبا للدولة الصفوية، تبا للدولة الصفوية. فإذا أردتم أن تغيظوا إيران وأتباع إيران فما عليكم إلا تعلقوا علم الأحواز في كل شارع وفي كل بيت. تكبير في عين إيران. تكبير. أقول هذا ولا أطيل، وأشكركم وأشكر حضوركم، وأدعو الله أن يحفظ البحرين وشعب البحرين، وأقول نصر الله البحرين على أعدائها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأحواز